ويتحدث ويكتب كثيرون في جدة وخارجها عن منزل الدكتور سامي عنقاوي، ويعتبرونه أنموذجا للبيت المتكامل، ليس في العمارة الحجازية فحسب بل في العمارة الإسلامية كلها. الواجهة هذه اللي هي لونها رصاصي أو الحجر الشبيكي يعني يمكن تعود إلى ما لا يقل عن 350 سنة. بنشوف فيها القوس الثلاثي اللي هو يعني بدأ في فترة قديمة تعود إلى العصر المملوكي، وموجودة فيه ما يسمى بالمقرنصات المحفورة في الحجر وتلاقي في الشيتين. هنا في المكسلة أو محل الاستراحة بيكون الإنسان جالس أو الحارس أو جالس البيت بيجلس فيها في الطرف. وفضلا عن كل ما سبق من تفاصيل عن الواجهات الخارجية للمنزل، فإن الرواشين الحجازية تفرض نفسها سواء من حيث منظورها الكلي ودورها البيئي وعلاقتها بشروق الشمس وغروبها واتجاهات الهواء، أو من حيث الجانب الاجتماعي وتحقيق الخصوصية والستر. الروشان عشان أهوي البيت، إذا كان هذا البيت بيتعمل فيه فتحات، فالهواء بيضرب في البيت عن طريق الفتحات بيدخل إلى الداخل. طبعا لازم أعمل له فتحات يخرج من الهواء. فيجي جانب، هذا جانب التهوية، يجي مقابله جانب الستر. طب مو معقول أنا في البيت وخلي فتحات، أحسن شيء لو تخلي فتحات كاملة والهواء يمر ويهوي البيت من أحسن ما يكون. لكن عشان الستر جانب اجتماعي، فالستر مطلوب في ديننا وفي مجتمعنا، والرجل أو امرأة يحتاج الستر. فبالتالي يجي الروشان يتسوى بطريقة مليء بالفتحات. الفتحات هذه بتساعد على دخول الهواء وفي نفس الوقت تعطي الستر. وهذا الدور للرواشين دفع إلى العناية بها وإبرازها على واجهات المنازل لتؤدي وظيفتيها العملية والجمالية فضلا عن وظيفتها الإنشائية. الرواشين من الخشب خفيف. استخدام الخشب مع العمارة بيخفف الأوزان على الحمل، أداك جانب اقتصاد، جانب إنشائي. كما تساعد طبيعة مادة الخشب التي تصنع منها الرواشين على الإبداع والتشكيل الفني الزخرفي. الخشب بيستخدم الزخرفة والنقوش اللي فيه ما يبدو كأنه زخرف، هو لا، هو الخشب في الماضي في النجارة يمكن 95% من الخشب بيستخدم. حتى القطع الصغيرة بتستخدم وتعمل منها حليات أو زخرفة، فما في شيء بيضيع. فالفتحات بطريقة معمول الخشب بيغطي مساحة كبيرة، لأنه لو ما إنه معمول قطع مع شدة الحرارة والبرودة بيفتل. أنا ما بقول تلاقيه، لكن تيجي البيوت قديمة عمرها يمكن 300 سنة أو 500 سنة موجود فيها الخشب وعايشة. تيجي البيت حديث ما ولا 10 سنين الخشب فيه ملخبط. ليش؟ لأنه ما راعى النواحي طريقة النجارة. ففي فن في العملية هذه، مو بس عملية تقليد. وليست هذه الرواشين الوحيدة في هذا المنزل، فسنرى الكثير منها بتشكيلات متنوعة لها دورها ووظيفتها. لكن من الجوانب اللافتة للنظر في هذا المنزل بواباته التاريخية، فهذه البوابة تعتبر واحدة من البوابات التقليدية النادرة في الحجاز، وهي غاية في الروعة والأناقة. استخدمت البيت أو البوابة زي ما هي. البوابة الخشب من فترة أخرى، من حوالي يمكن ما لا يقل عن 90 إلى 100 سنة، من بوابة بيت قديم في مكة، في بيتين في مكة رئيسيين لحاكم مكة كان من الأشراف، اللي هو بيت دار الهنا ودار السعادة. فأنا أخذت ده من وجدته، طبعا للأسف كان موجود في عند محل اللي بيعوا الأشياء القديمة، وكان سيباع، وقد كان يمكن يكون الآن موجود في مكان ما، بيت ما في أمريكا أو في أوروبا. دفعت عليه جامد، أنقذت البوابة وحطيتها في بيتي. عرفت لما شفته زي واحد لقى صاحب قديم له، ففجأة شفته قدامي يقول لي الحقني أنا حيبيعوني برا، خني. ففعلا ولما حس الراجل إنه أنا مهتم به طبعا طلب فيه مبلغ جامد، لكن الحمد لله أخذته من فترة طويلة وأنا ركبته كجزء من البيت. طبعا طريقة البيت له الفتحات اللي تفتح، الفتحة الصغيرة اللي هي تسمى الخوخة منخفضة. الخوخة يعني جزء من الباب، الجزء الأصغر الواحد بيدخل، فيدخل بالبيت طبعا بالرجل اليمنى ويكون في انحناء
منحني احتراما للمكان. البعض يقولوا برضو من ناحية يعني الخصوصية، من ناحية أخرى يعني إعطاء يعني في الداخل فرصة إنه يشوفه داخل، بيكون يعني حتى من ناحية الأمنية الإنسان داخل البيت وهو مسلم، ما هو نافخ نفسه أو متعالي. طبعا البيت ممكن الباب ده كله ينفتح، في بعض المناسبات الكبيرة تكون بينفك الباب ينفتح بكامل، فبيعطي فرصة للمناسبات ويكون في البيت أعداد كبيرة إنه فك، فبيصير بوابة بكامل البيت. ودي بتعطي الناحية العملية، يعني عمليا حسب الحاجة. وهناك أبواب أخرى من الخشب المزين بزخارف نباتية، وهو من النمط الشائع في كثير من الأبواب التقليدية في مكة والحجاز بشكل عام. ويضم المنزل بوابات أخرى يشكل بعضها لوحة فنية من الزخرفة النباتية، ويعود بعض هذه البوابات إلى عقود مضت. ولن نقف طويلا على الأبواب، فمكونات المنزل الداخلية تكشف كثيرا من أسرار وتفاصيل العمارة الإسلامية وأفكارها الرئيسية. وفي مقدمتها أن الانتقال من خارج المنزل إلى داخله يمثل انتقالا من ضوضاء السوق أو الشارع وعموميته إلى هدوء المنزل وسكينته وخصوصيته. ولذلك فإن الاتجاه الأساسي لكل مكونات المنزل في العمارة الإسلامية إنما يكون نحو الداخل لحفظ الخصوصية وتحقيق القيم التي انطلقت منها هذه العمارة. ولهذا تم تشكيل ما سمي بالدهليز بعد البوابة الرئيسية مباشرة، ليتم من خلاله الانتقال الجسدي والنفسي من العالم الخارجي بهمومه وأعبائه إلى العالم الداخلي بسكينته وراحته. يدخل الإنسان على الفراغ الرئيسي اللي هو الدهليز، نسميه الدهليز. هذا الدهليز بيكون موزع عادة على إما المقعد، في بعض البيوت القديمة في جدة وفي مكة نجد أول فراغ يقابلك عليها اليمين الداخل، أو أحيانا بيكون على اليسار هو المقعد. المقعد دي جزئية بتكون بتطلع على الشارع. الدهليز البيت بيوزع للمقعد المجلس السرملك الحلملك، وبيعدي إلى السمر إلى أن يصل إلى الفناء البيت اللي هو يعني قد يقال بالتعبير العادي حوش البيت. وهكذا بعد الدهليز تأتي مكونات البيت الداخلية، وفي مقدمتها المجلس. الجزء الثاني في البيت اللي هو المجلس أو مجلس البيت، وفي الحرملك وفي السلملك في التعبير العام في العمارة الإسلامية، اللي هو يكون المقعد أو المجلس، وفي الحرملك اللي هو حرم البيت وليس مكان الحريم كما يقول المستشرقين. الحرم البيت بيخص الجميع، فالواحد يوصل لحرم البيت بإذن بترتيب، ويكون الحرم اللي هو بيدخل الواحد باستئذان. المجلس لا، مباشرة. وتحقيق الخصوصية ومبدأ الستر لا يكون فقط من خلال طبيعة المدخل والدهليز، بل يحرص المعماري المسلم على تحقيق عنصر الستر في جميع مكونات المنزل، ويتم ترجمة ذلك بجعل معظم إطلالات المنزل وفتحاته الرئيسة نحو الداخل وليس نحو الخارج. ولذلك يتم إغناء ما يسمى بفناء المنزل بالعناصر الفنية والمعمارية، بحيث يشكل عالما داخليا خاصا يغني عن العالم الخارجي. فالفناء من المكونات الأساسية في المنزل الإسلامي، وهو محور البيت، ومن الطبيعي أن تتفاوت مكونات الفناء من منزل إلى آخر، والأصل في هذا الفناء أن يكون مكشوفا حتى يكمل دورة التهوية في المنزل ويغني عن أي تهوية اصطناعية.